إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أما بعد، المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. هذه هي الحلقة الثالثة عشرة، وتحت عنوان غاية العلم. لعل البشر جميعا يتفقون على أفضلية العلم، وأن العلم محمود والجهل مذموم، وكل الناس يسعون من مبتدأ حياتهم إلى منتهاها لتحصيل العلم. الله سبحانه وتعالى ذكر بأنه أخرج هؤلاء البشر وهم جهلاء لا يعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فخرجنا إلى هذا الوجود لا نعلم شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى ملكنا أدوات التعلم من سمع وبصر وفؤاد، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وكل ذلك في سبيل أن نشكر الله سبحانه وتعالى. يعني الغاية التي يفترض أن نصل إليها هي شكر الله عز وجل، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها كغاية من الغايات العظمى التي يتم الوصول إليها عبر غاية العلم وغاية التعبد وغاية التسليم وغاية التضرع إلى الله سبحانه. كل هذه الغايات في النهاية نصل من خلالها إلى الغاية العظمى، وهي شكر الله سبحانه وتعالى، والتي إن شاء الله ستكون لها حلقة. والعلم، غاية العلم هي من الغايات العظيمة التي لا يختلف المسلمون في أن الأهداف الكبرى لهذا الكتاب هو أن يتعلم الناس وأن يرتقوا بالعلم، وهذا العلم يأخذ مسارات عديدة، فقد يكون علما في أمر الآخرة وقد يكون علما في أمر الدنيا، وفي كل الأحوال فإن هذا العلم هو علم يعني مأمور به، وهو غاية من الغايات التي جاء القرآن الكريم ليقود الناس ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم. ويتفق أيضا الناس بأن العلم هو مدخل طبيعي لتقدم الشعوب والأمم وتطوير النهضة في كل أمة من الأمم، وأن الجهل سبب التخلف والقعود، فبالعلم كانت الصناعات الكبرى والتقنية الحديثة، وبالعلم كانت محاربة الأمراض الفتاكة والقاتلة، وبالعلم كانت حركة النقل الجوي والبحري والبري التي اختصرت الكثير من المسافات للناس، اختصرت الزمن واختزلت الأمكنة، وصار الإنسان يستطيع في لحظات بسيطة جدا يعني يسافر من مكان إلى مكان في هذه الأرض المعمورة، هذه الأرض الشاسعة. ولكن نلاحظ أن العلم استطاع أن يوصل الناس ما لم يكن يتصورونه مثلا قبل 100 أو 200 عام. كذلك العلم هو أصل في السعادة الأخروية. العلم هو أصل في أن الإنسان يكون سعيدا في الآخرة، وخاصة عندما يكون العلم بالله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم مطلوب في الوجود، وهو أول واجب على المكلف، كما جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب يقول: العلم قبل القول والعمل. ولهذا فالإسلام يحض على العلم ويوجه المسلمين إلى أن يتعلموا، بل يوجب عليهم أن يتعلموا. ولعل صبياننا وصغارنا في مبتدأ المدارس أو في المدارس الأولية من أوائل الأحاديث التي يتعلمونها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم، وإن العلم يستغفر له، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.
أخرجه أبو ماجه وصححه الألباني. وهو أيضا العلم هو أول نقطة البداية التي افتتح بها رب العزة والجلال بداية هذا المخلوق العظيم وهو ابن آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، فكان أول قضية وعلم آدم الأسماء كلها. إذا نقطة البداية في الخلق كانت العلم، وكذلك نقطة البداية في الرسالة كانت القراءة، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا نلاحظ بأن نقطة البداية كانت وربما كانت عنصر التفوق كذلك بالنسبة لآدم عليه السلام على الملائكة هي مسألة العلم، لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. فلما علم آدم الأسماء كلها وكان كثير من القضايا لا تعرفها الملائكة عرفها آدم عليه السلام، كان ذلك من عوامل التفضيل لهذا الكائن الذي سيكون مستخلف في الأرض. فعامل الاستخلاف هو أن يكون الشخص عالما. إذا نلاحظ أن رسالة الإسلام تؤكد على أهمية العلم منذ البداية، وتؤكد كذلك على أهمية العلم مع مبتدأ الرسالة، يعني بداية الخلق وبداية الرسالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولذلك لا يشك يعني أحد من المسلمين في أن مسألة العلم هي مسألة ضرورية بالنسبة للإنسان. والعلم كذلك سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة وسبب في فلاحه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فإذا العلم يرفع أقواما، وهذه مسألة معروفة، يعني الإنسان كلما تعلم رفعه الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الرفعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وردت في أكثر من مقام، ولكن نذكر منهما مقام إبراهيم عليه السلام، حيث رفعه الله سبحانه وتعالى بالحجة الإيمانية والحجة العقائدية في المجادلة فيما يتعلق بالجانب العقائدي، والرفعة كذلك في علم ما يسمى بعلم السياسة إنجاز التعبير أو علم الحيل بالنسبة ليوسف عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى كذلك نرفع درجات من نشاء، درجات من نشاء. فهذه مسألة على كل لا يختلف فيها كما ذكرت المسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والعلم هو الشيء الوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلب المزيد منه. هذه أيضا من القضايا التي تؤكد مكانة العلم وأهمية العلم وأفضلية العلم، أن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور الأخرى ربما لم ترد فيها بهذه الطريقة، لكن الشيء الوحيد الذي نجد فيه مسألة طلب الزيادة وهو موضوع العلم. وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. ولذلك كان كثير من العارفين يقولون: كلما تعلمنا كلما ازددنا جهلا، بمعنى أن ساحات العلم وآفاق العلم بالنسبة لما نعرفه نحن لا شيء. هذه ربما تذكر مع موسى عليه السلام والخضر عليهم السلام. نلاحظ أيضا بأن موسى عليه السلام الشيء الذي جعله يذهب ليتعلم ممن هو دونه، وموسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لما سئل في مجلس من أعلم الناس فقال هو، باعتبار هو الرسول وهو النبي وهو كليم الله سبحانه وتعالى، فبالنسبة للمحيط الذي حوله هو أعلمهم بلا شك. ولكن كان عتاب الله سبحانه وتعالى له في أن كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. كان أن لا ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى عوتب عليها، قال: هنالك من هو أعلم منك، والخضر عليه السلام. فذهب موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر، وعلى كل هذه مسألة من الأشياء أيضا اللي تجعلنا الله عز وجل يقول: وقل رب زدني علما. وزيادة العلم في بعض الأمور جعلت كليم الله موسى يطلب العلم ممن هو دونه في النبوة والمقام، وهو الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي مقام ساحات الجهاد والقتال كانت المطالبة أيضا بالنفير والنفرة للعلم والفقه ليكون الإنذار على أتم وجه
والقتال على أوضح بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي مقام الامتنان والرحمة، مقام الامتنان بفضل الله وبرحمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، كان الامتنان الأعظم بأن الله سبحانه وتعالى علمه، أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا نلاحظ أن الامتنان كان بقضية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى علمه ما لم يكن يعلم. أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما قبل نزول هذا الوحي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ما الكتاب ولا يدري ما الإيمان. الكتاب هو العلم به، ولذلك حتى أيضا ونحن يمتن الله سبحانه وتعالى علينا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتن علينا بأن الرسول يعلمنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في أكثر من مقام، وهي حقيقة القرآن يعني فيه الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الجانب حول أفضلية العلم ومكانة العلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء ويرفع مقامهم، وأن العلم هو الساحة التي يتم من خلالها خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية من الله سبحانه وتعالى تكون عبر العلم، وأكثر الناس خشية بالله أعلمهم به، أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى يخشونه. وكذلك نلاحظ أن العلم جعله الله سبحانه وتعالى بوابة وطريقة أو طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه العلم يعني سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا العلم ومكانته هذا حقيقة من باب التذكير، ولكن الكل تقريبا يقر بأن لا شيء أعظم من العلم، كما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالبداية كلها أن تكون عالم بالله واستغفر لذنبك. فإذا استطاع الإنسان أن يجمع ما بين ركيزة العلم وركيزة الاستغفار، وهي غالبا كل الأعمال التي تندرج تحت سد الفجوة التي تكون ما بين النعم التي امتن الله بها على العباد وما بين تقصير هؤلاء العباد في أنفسهم وفي حق غيرهم. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا لنواصل بإذن الله تبارك وتعالى حول هذه الغاية العظيمة، وهي غاية العلم. هنا حقيقة نحن نريد من خلال هذا البرنامج أن يتبين للناس أن القرآن الكريم هنالك كليات كبيرة يلفت إليها الأنظار، وتحت هذه الكليات تجتمع الكثير من التفاصيل والكثير من الجزئيات، ولكن على المسلمين وهم ينشغلون بالجزئيات والتفاصيل أن لا تشغلهم، أو يجب أن تؤدي بهم هذه الجزئيات إلى كلياتها وإلى غاياتها وإلى مقاصدها وإلى مراميها العظمى، لأن هذه المسألة إذا غفل الناس عنها فإن ذلك من أعظم ما يدخل في هجر القرآن الكريم. يعني الشيطان أحيانا يشغل الناس عن حتى يعني يشغلهم بالمفضول أحيانا مما هو ليشغلهم عما هو أفضل منه. فأنت مطالب وأنت تتدبر كتاب الله وتقبل على الله وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مطالب كذلك أن تنظر إلى الغايات التي يسعى ويرمي إليها القرآن الكريم. فنحن الآن نركز إن شاء الله اليوم حول غاية العلم. لكن يبقى هنالك السؤال: ما هو العلم؟ ما هو العلم؟
حقيقة لو أردنا أن ننظر إلى تفاصيل ما كتب حول تعريف العلم فهنالك الكثير مما يقال، وربما لو قلنا بأن الناس حتى الآن يكاد لا يتفقون على التعريف الجامع المانع الذي يكون مشتمل لكل مفردة ما يندرج تحت العلم، وفي نفس الوقت يخرج كذلك كل ما لا يندرج تحت مسمى العلم. فعلى كل يختلف الناس. فهنالك مثلا الآن الدراسات الوضعية التي انتهت إليها الآن الحالة الغربية بدءا من اليونانيين وما تبعهم الآن، هنالك الكثير مما يقال حول موضوع تعريف العلم والمعرفة بشكل عام. ولكن يبقى هنالك وهم يعرفون موضوع العلم نلاحظ بأن يرد الخلاف كثيرا حول مدى يقينية ما يتم التوصل إليه من خلال العلوم. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا العلم أو هذه المعرفة التي نكتسبها سواء من خلال ما نرى أو من خلال ما نسمع أو من خلال الحواس أو من خلال إعمال العقول، إلى أي مدى هذه المعارف يقينية؟ إلى أي مدى نستطيع أن نطمئن إلى يقينية المعارف التي نستند إليها من خلال بحثنا العلمي أو بحثنا المعرفي؟ وخاصة عندما يكون هذا البحث المعرفي أو هذا البحث العلمي بعيدا عن هدايات الكتاب، أي أن الإنسان يدخل إلى مختبره ويدخل إلى ساحات التأمل والتفكر والنظر. إلى أي مدى تكون الدراسات يقينية؟ هنا أتكلم عن كل الدراسات بغض النظر. يعني قد تكون هنالك والله بعض الدراسات يمكن إلى حد كبير تقترب من اليقينية في إطار التكييف، في إطار التوصيف، في إطار التقرير، ولكنها تبقى هنالك يبقى هنالك نقص متعلق ببعد الكيف، ببعد البعد الغائي، غايات هذا العلم أو غايات هذه المعرفة. فيبقى هنالك على كل إشكالية كبيرة جدا في كل التعريفات التي وقفنا عليها من خلال بحثنا في موضوع العلم. ونلاحظ بأن كلما ابتعد الإنسان عن الوحي وانكب على تحيزاته الخاصة، تحيزاته الفكرية، تحيزاته البيئية كما يسميها بعض فلاسفة الغرب، ما يندرج في مفهوم الأوهام. والأوهام هنا كثيرة، يمكن أن تكون هنالك أوهام الذات، أوهام البيئة، أوهام الجنس، أوهام النوع، الأوهام العقلية، الأوهام النظرية الحسية. على كل موضوع الأوهام الذي هو يناقض موضوع العلم والحقيقة، هذا يمكن أن يدخل إليه الإنسان كلما كان بعيدا عن هدايات الكتاب. وهذه مسألة لا بد من أن نلفت إليها ونحن نتكلم عن موضوع تعريف العلم. فتشكل الكثير من النظريات ذات التحيز الشخصي لأصحابها تشكل مصادمة لعلم الوحي، لعلوم الوحي. كثير من القضايا الآن بعض النظريات مثل نظرية داروين مثلا، البعض يتعامل معها وكأنها مسلمة من المسلمات العلمية التي لا تقبل الشك ولا تقبل الريب، بينما قد تتصادم هذه التي نراها نحن في شكل مسلمة قد تصطدم بالحقائق القرآنية عندنا أو بالسرديات القرآنية عند المسلمين. فحينها يكون هذا النوع من المعرفة يكون فتنة للناس. فما هو إذن العلم على الحقيقة؟ ما هو العلم على الحقيقة وما هي المعرفة؟ هنا حقيقة في هذه الحلقة أحب أن أقول بأني من خلال ما وقفت عليه في كتاب الله ومن خلال الدراسات حقيقة التي بحثت موضوع العلم والمعرفة أميل إلى التفريق ما بين العلم وما بين المعرفة، وهذا إن شاء الله ما سنلاحظه في حلقتنا. فالعلم شيء والمعرفة شيء آخر. لكن دعونا الآن مثلا ما هو التعريف الوضعي؟ تعريف الوضعي هنا الذين مثلا لا ينطلقون من الوحي ويبعدون الدين ويبعدون الغيب، ما هو تعريفهم للعلم حتى نستطيع أن نقف معهم على أرضية واحدة؟ والله هل فعلا هذه التعريفات أو هذا التعريف شامل وجامع ومانع أم أنه تعريف ناقص؟ وهم يقولون مثلا عن العلم بأنه صفة تقال على خبر أو تقرير أو مقولة أو وصف ينطبق على واقع الأحداث والأشياء والاكتشافات وتصويرها حقا قاطعا يقينيا لا شك فيه ولا ريب ولا ظن. هنا نلاحظ لو وقفنا إلى نهاية التعريف، العلم يبتعد عن الريب، يبتعد عن الشك، يبتعد عن الظن. العلم لماذا؟ لأن العلم في حقيقته هو إدراك الحقيقة.
إدراك الأمر أو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فأن يدرك الإنسان بأن هذا كون على ما هو عليه فإنه علم بأن هذا كون. أن يدرك الإنسان أو يقول الإنسان في توصيف معين عن حادثة معينة كما رآها وصورها بشكل صحيح فإن شهادته تعتبر شهادة حق. إذا أحدث فيها أي تزوير أو أي تحريف أو لم ينقلها بالصورة الصحيحة أو شك في روايتها فهنا يدخل بنا من ساحة العلم إلى ساحة الشك. أحيانا قد يكون الإنسان ليس شاكا وليس مرتابا ولكنه أقرب إلى العلم، وهنا يقال عنه مثلا الظن الراجح، فيقال بأن العلم هو إدراك الحقيقة وأن الظن هو إدراك الرجحان، بمعنى أن الكفة الراجحة عنده التي تميل إليها كل المعطيات هو الذي يسمى بالظن، وأن الشك هو مستوى الطرفين يتساوى عندك اليقين والشك، اليقين وعدم اليقين. عندما تتساوى عندك المسألة هنا يسمى يعني شك أو الشك والريب. الجهل هو تماما عدم إدراك الحقيقة، الجهل هو عدم إدراك الحقيقة، ولكن الجهل نفسه عند الذين يدرسون هذه المسائل يقسمونه إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. فعدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء هذا جهل، لكن تصور الشيء على خلاف ما هو عليه هذا يسمى الجهل المركب. فهنا نلاحظ التعريف واضح جدا بأنهم يثبتون فقط الحقائق المشاهدة، وضعيين يثبت الحقائق أو التقريرات المشاهدة، فهي يقولون العلم هو صفة تقال للأخبار أو التقارير أو المقولات أو الأوصاف التي تنطبق على وقائع الأحداث والأشياء، الأشياء كما هي عليه والوقائع كذلك كما هي عليه، هذه والاكتشافات أيضا التي تتم من خلال إعمال السمع والبصر والمشاهدة والتأمل وتصويرها بشكل حقائق علمية، هذه هي التي تسمى عندهم علم. أو باختصار على وجه آخر أيضا يقولون عندهم أيضا العلم هو ما ثبت بالحس والتجربة. العلم هو ما ثبت بالحس والتجربة، الحواس الخمس ومن خلال التجارب، وقد تدخل فيها كذلك مسألة إعمال العقول، إعمال العقول أيضا قد يدخل في هذا الجانب. طيب إذا رأينا إلى تعريفهم هذا فإنه تعريف يصدق بشكل أو آخر في المحسوسات، في عوالم المحسوسات، يعني القضايا المرئية، القضايا المشاهدة، القضايا المسموعة، القضايا المحسوسة التي يمكن أن تلمس، القضايا التي يمكن أن يتم يعني معرفتها عن طريق الذوق، هذه أيضا عن طريق المسائل العقلية، هذه كلها في إطار المحسوسات وفي إطار المعقولات. ولكن نلاحظ بأن هذا التعريف لا يصدق ولا يدخل فيه مثلا كل علوم الغيب المختلفة، فعلوم الوحي عندهم لا تعتبر علما. هذه واحدة من القضايا المهمة جدا، وأنت تناقش الآخرين فيما يتعلق بتعريف العلم لا بد أن تدرك كيف يعني ينظرون إلى العلم، ما هو العلم. فمثلا عندما تقول قال الله تعالى كذا، هذا عندهم ليس علما. علم الكتاب، علم السنة، العلم بالتشريع، العلم بالشريعة، هذه كلها عندهم ليست علما، يعني في تعريف العلم لا تعد هذه من العلوم. إذن علوم الغيب كلها لا تدخل عندهم في هذا التعريف. علوم النفس، يعني النفس البشرية وخفاياها مهما قالوا عنها فإن هذا الجانب أيضا لا يمكن أن يتصور بأن والله الوصول فيه إلى قطعيات وحقائق من الصعب جدا. كذلك قضايا الآخرة، يعني قضايا يعني هي تدخل معنا في علوم الغيب، الله، الآخرة، الجنة، النار، الملائكة، هذه كلها بالنسبة لهم لا تدخل في تعريف العلم. هنا كثيرا حقيقة ما التقيت مع بعض الزملاء الدكاترة الذين درسوا مثلا في أوروبا، درسوا في الولايات المتحدة الأمريكية، فتلاحظ أول ما يصطدم به هو تعريف العلم. ما هو العلم؟ فالعلم عنده هو ما ثبت بالحس والتجربة، كل شيء ما عدا ذلك بالنسبة له ليس علما. يدخل بعد ذلك تحت دائرة السحر، تحت دائرة الكهانة، تحت الدوائر الكثيرة هذه التي تعد عندهم دوائر وهم وجهل وليست دوائر علم. وبالتالي يقول لك والله العلم الديني الذي تحمله أنت هو علم يختص بك أنت وفي دائرتك، لكنه لا يمكن أن يكون علما يشمل الجميع أو يمكن أن يكون محل الأخذ والرد. هنا على كل تواجه هذا التعريف الوضعي قديما وحديثا جملة من المشكلات تتعلق بالفكر والواقع والمعقول والملموس دون وجود بعد ثالث،
لأنه يتعامل مع الواقع المجرد، سواء كان هذا الواقع وجودا طبيعيا أو كان وجودا إنسانيا، فهو يتعامل مع معطيات الواقع من حيث الطبيعة ومن حيث الإنسان دون أن يكون هنالك بعد ثالث من خارج هذه المنظومة. وبالتالي نلاحظ تنشأ الاختلافات العلمية والمنهجية العديدة في المدارس الوضعية ونظرياتها لدرجة التناقض بين العقلانية والتجريبية والعدمية ومدارس الشك والسوفسطائية وغيرها. وفي نهاية المطاف يؤدي بنا ذلك إلى التوهان وعدم اليقين وعدم التركيز على شيء، لدرجة أن بعض الناس يصل إلى مرحلة إذا قلت له هل أنت موجود يقول لك والله لا أدري هل تراني موجود ولا غير موجود. على كل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وستكون لنا بإذن الله عز وجل حلقة أخرى لتكملة غاية العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.